اهلا بيكم في الفيديو التاسع من كورس تعلم اساسيات البرمجه بلغه سي بلس بلس. انا محمد القاضي، وفي الفيديو ده هنحل امثله على الفاريبل، وركز معايا عشان احنا هنبدا نحل الفاريبل ازاي. هنبدا نمسك كل فاريبل ندي عليه مثال ونوضح الفرق بينهم، وفي الاخر هنعرف ازاي ان احنا نوظف الفاريبل مع بعض، يعني نستخدم ازاي الفاريبل مع بعض ونفهم ازاي هما بيعملوا ايه كل واحد فيهم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دلوقتي في الفيديو الثامن احنا عرفنا ايه هي الفاريبل، وعرفنا كل واحد منهم بيعمل ايه، وعرفنا ان احنا عندنا كام فاريبل، معانا 6 فاريبل او 6 متغيرات. فاحنا دلوقتي هندي امثله على كل متغير فيهم، وبعد كده هنوظف الستة دول مع بعض ونفهم هما بيشتغلوا ازاي. طيب دلوقتي الفاريبل دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مستودعات، او عبارة عن مخازن، او عبارة عن اي حاجة. المهم ان احنا بنستخدمها في ايه؟ ان احنا بنستخدمها ان احنا بنخزن قيم في المتغير ده. طيب دلوقتي احنا عرفنا ان الانتجر بيخزن ايه؟ بيخزن ارقام صحيحة. طيب السترنج بيخزن ايه؟ بيخزن نصوص. الدبل بيخزن ايه؟ ارقام كسرية. والفلوت ارقام كسرية. والتشار بيخزن حروف. والبول بتحتوي على قيمتين ترو او فولس، او القيمتين السالب والموجب، واللي هي بتبقى 1 او 0 0 او 1. طيب اول نوع معايا واللي هو الانت ده عباره عن ايه؟ الانت ده عباره عن ايه؟ عباره عن داتا تايب. الداتا تايب دي وظيفتها ايه؟ انها تخزن ارقام صحيحه. طيب دلوقتي لو انا عايز اعمل عمليه حسابيه ما بين رقمين، هعملها ازاي؟ تعال نشوف. اول حاجه هعرف، هسمي المتغير الاول، هسميه مثلا وليكن اكس، واديله قيمه كام؟ هديله قيمه 10. ليه اديت له قيمه 10؟ لان هو بيخزن ارقام صحيحه. بعد كده هعمل متغير تاني واسميه مثلا واي. طيب هديله قيمة كام؟ هديله مثلا -5. بعد كده عايز اعمل حاصل ضرب ما بين الرقمين دول، اعملهم ازاي؟ هقول له سي اوت، واقول له اكس في الواي، واقول له اند لاين. طب هل هو كده هيضرب لي الرقمين دول وهيطلع لي -50 ولا ايه؟ تعال نشوف. جاب هنا -50. طيب تعالى دلوقتي، لو انا مش عايز اعمل الخطوة دي، ازاي؟ لو انا عايز اعمل متغير تاني يضرب لي رقمين في بعض ويخزن النتيجة فيه، يعني اعرف متغير يضرب لي القيمتين ويخزنهم، ولما اطلبهم منه ان هو يديني ايه؟ يديني القيمة في الاخر. طيب هنعملها ازاي؟ تعالى دلوقتي نهمش السطر ده. طيب دلوقتي لو انا زي ما قلت لك هنعمل الخطوة دي ازاي؟ لو انا عايز اعرف متغير واخليه يضرب القيمتين دول ويخزن القيمتين دول فيه، اول حاجة هنعمل متغير من نوع انتجر. ليه انتجر؟ لانه هيخزن ارقام صحيحة، وهنسميه مثلا result. هنقول له ايه؟ هنقول له انا عرفت ان المتغير ده result. طيب هو هيعمل ايه؟ هيعمل حاصل ضرب ما بين الرقمين اللي هما الاكس والواي. هنقول له الاكس في الواي، وهنقول له سيمي كولون. طيب هو ايه وظيفته؟ واحنا دلوقتي عرفنا ان هو احنا عندنا متغير جديد هيعمل لي ايه؟ هيضرب لي الاكس في الواي. طيب هل هو كده هيضرب لي الاكس في الواي؟ اه. طب انا اعرف ازاي؟ عامله استدعاء، هنقول له سي اوت، هنقول له ريزلت على طول. ايوه اداني -50. طيب لو انا مش عايزه يطبع الريزلت على طول، مثلا هقول له اديني رساله بتفهم اللي قدامي ان الريزلت دي بتساوي كذا كذا. هعملها ازاي؟ هقول له وادي له هنا سيمي كولون، نقول له ايه؟ result is equal، اقول له result is equal، واقول له run. طيب انا كتبت الرساله دي ليه؟ هو انا مش قلت لك المره اللي فاتت ان انا بكتب اي حاجه بين علامتين التنصيص بيطبعها زي ما هي؟ فدي بتبقى ايه؟ رساله ترحيبيه بتعرف اللي قدامك الحاجه اللي انت عايزها. بعد كده بنعمل استدعاء لكلمه result عشان ايه؟ عشان تطلع القيمه اللي فيها. طيب دلوقتي result is equal -50. فهل ينفع اغير العمليه دي؟ يعني ينفع اخليها مثلا موجب، او اجمع لي القيمتين دول من الاخر؟ فهل ينفع اعملها سالب؟ طيب تاني احنا هنا عملنا ايه في المثال ده؟ اول حاجة احنا معانا هنا نوع المخزن، ومعانا اسم المخزن، ومعانا القيمة اللي في المخزن. تمام؟ احنا كده عملنا 2 variable. طيب احنا دلوقتي هنا في السطر ده عملنا ايه؟ احنا اول حاجة عرفنا متغير زي اي متغير، وبعد كده ادينا له القيمة. طيب القيمة بتاعته ان هو يعمل ايه؟ هيضرب المتغير الاول في المتغير التاني، اللي هو ايه؟ اللي هو الاكس
ما علينا، سيبك من العلامة دي، ما هنخليها ضرب مثلا. فاحنا خليناه يضرب المتغير الاول في المتغير التاني، اللي هو بكام؟ يعني اللي هو يضرب القيم في بعضها، اللي هي قيمة الاكس بكام؟ قيمة الاكس ب10. قيمة الواي بكام؟ قيمة الواي بسالب 5. فهو هنا هيعمل ايه؟ هيضرب القيمتين دول في بعض وهيخزنهم فيه. ما احنا قلنا ايه؟ احنا دلوقتي عشان نخزن مثلا قيمة، طيب انا خزنت حاجة في الاكس واديتها القيمة، طيب هو هنا مع القيم وضربهم في بعض وخزنهم في نفسه. فاحنا هنا بنطلب منه ان هو يخرج لنا القيمة اللي هو خزنها جوه. فاحنا بنقول له رسالة. وهنا برضو زي ما قلت لك المرة اللي فاتت ان احنا وكدت على الحتة دي كتير، ان انت اي حاجة بين علامتين التنصيص هو بيطبعها زي ما هو. وبعد كده بتطلب منه قيمة الريزلت اللي هي بكام؟ اللي هي بسالب 50. فاحنا لما نقول له run هيدينا result is equal -50. بس تعالى نعمل حاجة تانية دلوقتي. يعني انت معاك هنا ممكن تعمل امر تاني ان هو يضربهم لك في بعض، وامر يجمع لك، امر طرح، امر غير انت بقى مع نفسك. فاحنا ممكن ايه بدل الاكس وبدل الواي احنا نقول له مثلا انت نمب كذا. طيب لو احنا عايزين مثلا نعمل مثال تاني بس مش باكس وواي، نعملها مثلا انت نمب اللي هو اختصار نمبر نمب 1 مثلا رقم 1، وهنقول له مثلا ادينا له قيمة 5. فدلوقتي نمبر 1 دي فيها كام؟ فيها 5. طيب انت نمبر 2 هنديها قيمة كام؟ هنديها مثلا قيمة 2. طيب نقدر نعمل واحد تاني؟ ايوه نقدر نعمل واحد تاني. هنقول له انت نمبر 3 هنديله قيمة كام؟ هنديله مثلا 20. بعد كده نعمل واحد رابع، انت نمبر 4 هنديله كام؟ هنديله مثلا قيمة 8 او -8. طيب انا دلوقتي معايا كام فاريبل؟ معايا 4. طيب دلوقتي انا عايز اعمل فيهم ايه؟ انا مثلا عايز اديهم اعمل لهم نفس الحاجة اللي فاتت، بس ايه؟ هنجمعهم كلهم في بعض. طيب انا ينفع اعمل ده ولا لا؟ انا ينفع اعمل فيهم اي حاجة انا عايزها. طيب مثلا هنقول له انت صم مثلا، وهنجمع، هنخلي صم دي تجمع الاربع متغيرات في بعض. هتجمع الاول زائد التاني زائد التالت زائد الرابع، وهتخزن القيمة فين؟ القيمة اللي هتتجمع دي كلها هتتخزن فين؟ هتتخزن في صم. فيبقى صم فيها كام؟ هنقول له مثلا النمب 5 زائد 2 زائد 20 سالب موجب -8. فهنقول له سي اوت صم. مثلا هنقول له ان احنا يدينا رسالة الاول قبل ما يكتب الصم، فهيدينا كام؟ sum is equal 19. طيب لو انا مش عايز اعمل الرسالة دي وعايز اجيب مثلا sum على طول، لو انا عايز اجيب القيمة اللي هو مخزنها على طول، فهقول له سي اوت sum. فجابها لي بكام؟ جابها لي ب19. فكده احنا فهمنا المثال ده كويس. وممكن نعمل كمان، ممكن نعمل متغير تاني ان هو يقسمهم او يضربهم في بعض. يعني ممكن اديله مثلا انت، هل انا بس مقتصر على الخطوة دي اللي هي اللي هو نعرف متغير واحد ونخليه يعمل وخليه يخزن قيمة المتغيرات كلها في بعض؟ لا، انا ممكن اديله واحد تاني واقول له مثلا انت صب، اللي هو انت اطرح لي، يعني متغير يطرح الرقم الاول من الرقم التاني من الرقم التالت من الرقم الرابع، يعمل لهم عملية طرح كلها ويخزنها فيه ونستدعيه في الاخر ونشوفه بكام. طيب دلوقتي نقول له مثلا نم ناقص نمبر 2 ناقص نمبر 3 ناقص نمبر 4، ونقول له سي اوت، ونقول له sub، ونقول له run. هيدينا كام؟ اول حاجه هيطبع قيمه الصم، وبعد كده هيطبع قيمه الصب اللي هي الصم بكام؟ ب19، الصب بكام؟ بسالب 9. تعالى دلوقتي نهمش الكود ده كده عشان ندخل على ايه؟ على السترنج. احنا قلنا ايه وظيفه الكومنت؟ اللي هو بيكون سلاش نجمة نجمة سلاش، ان هو بتبقى عامله على ايه؟ على كود كبير او نص كبير. فدلوقتي نيجي على السترنج. اول مثال معانا في السترنج وهو، طيب السترنج ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن داتا تايب بتخزن ايه؟ بتخزن نصوص. طيب دلوقتي معانا نوع المخزن اللي هو ايه؟ السترنج. عايز اسمي السترنج ده، هسميه مثلا string name. انا هسمي المتغير بتاعي name. هدي النيم قيمة، القيمة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن نص. عشان اخلي الكومبايلر يقرا ان النص ده قيمة، هحطه بين علامتين تنصيص.
طيب مثلا هنقول مثلا القاضي. فده كده بقى ايه؟ ده كده قيمة. طيب لو انا، طيب ده ايه؟ ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن قيمة. طيب لو انا شلت علامتين التنصيص بقى عبارة عن نص. فانا عشان اعرف الكومبايلر ان ده قيمة بحط بين علامتين تنصيص. تمام تمام. طيب دلوقتي النيم هنا بقى فيها ايه؟ بقى فيها قيمة. طيب انا عايز استدعي القيمة دي، هقول له مثلا سي اوت نيم. فهو كده هيعمل رن، هنعمل رن هيجيب لي ايه؟ هيحط لي القيمة اللي احنا خزناها في النيم اللي هي ايه؟ القاضي. طيب لو انا عايز اعمل له، لو انا عايز ادي رسالة ترحيبية الاول قبل ما اكتب نيم، هقول له مثلا هنا، سيبك انت من الرن دي، هنيجي هنا وهنقول له هلو مثلا. هنحط علامتين تنصيص ليه؟ احنا قلنا اي حاجة بين علامتين التنصيص بتطبع زي ما هي. فاحنا هنقول له هنا هلو، وحط القيمة اللي في النيم واللي هي بايه؟ اللي هي اللي هي بايه؟ بالقاضي. طيب تعالى دلوقتي نعمل رن هلو القاضي. طيب ده مثال بسيط على السترنج. تعالى دلوقتي لو انا مثلا بخزن بيانات طالب، الاسم الاول والاسم التاني، وعايز ان هو يطلع لي الفول نيم اللي هو الاسم كامل، فاحنا هنعمل ايه؟ هنقول له مثلا نوع الداتا تايب اللي بتخزن نصوص، هنقول له string. هنقول له string ايه؟ first name. مثلا هندي الفيرست نيم دي قيمة اللي هي ايه؟ محمد بس. فانا دلوقتي مخزن ايه؟ مخزن في الفيرست نيم محمد. فانا عايز اعمل string تاني احط فيه اللاست نيم، واحط مثلا القاضي. فانا هقول له السترنج ده نوع المخزن اللي احنا نخزن فيه نصوص، وهنقول له لاست نيم، وهقول له القاضي، وهديله علامتين التنصيص والسيمي كولون. ويبقى انا كده معايا سترنج اول فيرست نيم، سترنج تاني بلاست نيم، وده الاسم الاول وده الاسم الاخير. طيب انا عايز اعمل متغير اخليه ازاي يحط لي الاسم الاول مع الاسم التاني. طيب زي ما عملنا في اللي فوق، هنقول له ايه؟ هنقول له string full name بيساوي، بيساوي ايه بقى؟ بيساوي، سيبك احنا مش هنديله قيمة، هنديله ايه؟ first name زائد اللاست نيم. فهو انا دلوقتي عملت ايه في السطر ده؟ انا هنا عرفت متغير اسمه full name. نوعه ايه؟ نوع string. بيخزن ايه؟ بيخزن نصوص. فاحنا هو هيخزن ايه؟ الاسم الاول زائد الاسم التاني. هو هيخزنهم فين؟ هيخزنهم في الفول نيم. فاحنا كده لما نيجي نعمل له استدعاء ونقول له هات لي الفول نيم، هيديني ايه؟ هنقول له سي اوت. لو مثلا انا عايز دلوقتي استدعي مثلا الفيرست نيم، الاسم الاول، يعني انا دلوقتي انا مش عايز استدعي ده دلوقتي، انا هقول له ايه؟ انا عايز الفيرست نيم. فانا هديله رساله ترحيبيه بقول له الفيرست نيم كذا، واديله واقول له الفيرست نيم اللي هو اطبع لي القيمه اللي في الفيرست نيم، واقول له رن. تعالى دلوقتي نهمش ده عشان ما يتبعش تاني، ونركز على ده. فيقول لي فيرست نيم اهو محمد. فانا لو عايز اعمل اجيب منه اللاست نيم برضو، هقول له ايه؟ سي اوت لاست نيم بنفس الطريقه، واقول له رن. هيقول لي هو اللاست نيم القاضي. فهو انا كده معايا الفيرست نيم محمد واللاست نيم القاضي. فانا بقى لو عايز اجيب الايه؟ الفول نيم، اجيبه ازاي؟ اقول له سي اوت، واقول له فول نيم اس كذا، واقول له هات الفول نيم اللي هو الايه؟ القيمتين اللي انت جمعتهم مع بعض، وادي له رن. فهو هنا الفول نيم از محمد القاضي، اديهم مسافة. فبس كده. طيب احنا معانا هنا ايه؟ فيرست نيم محمد، لاست نيم القاضي، فول نيم محمد القاضي. تعالى دلوقتي ندخل على ايه؟ ندخل على الدبل، ودي فيها كلام شوية، هي والفلوت. انا هنا بديك امثلة على اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، يعني في امثلة اكبر من كده على الفاريبل، فعشان بس ما تتوهش مني. دلوقتي نيجي للدبل. الدبل ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن داتا تايب بتخزن ايه؟ بتخزن ارقام كسرية. طيب الدبل دي مثلا احنا معانا نوع السترنج دبل دي
احنا هنسميه ايه؟ هنسميه مثلا دبل برايس. انا هسمي المتغير بتاعي ايه؟ برايس. طيب انا معايا كده نوع المخزن اللي هو ايه؟ الدبل. معايا اسم المخزن اللي هو البرايس. طيب هديله القيمة كام؟ هديله مثلا 19.99 واقول له سيمي كولون. طيب انا ليه اديت له الرقم الكسري ده؟ لانه من النوع دبل بيستحمل ارقام كسرية. فاحنا لو عايزين مثلا، احنا دلوقتي مخزنين كام؟ يعني البرايس فيها كام؟ فيها 19.99. انا دلوقتي لو عايز استدعي البرايس واقول له البرايس فيها كام، السعر كام، سي اوت البرايس فيها كام، واديني قيمة البرايس، فهيطلع لي كام؟ 19.99. برايس 19.99. طيب لو انا مش عايز اديله كده، انا عايز، لو انا مثلا عايز قيمة البرايس على طول. طيب لو عايز قيمة البرايس على طول، هقول له ايه؟ سي اوت برايس واقول له رن. هيديني كام؟ هيديني 19.99. طيب ما علينا من المثال ده، تعالى دلوقتي نجرب نضرب حاصل ضربين في بعض او نجمع من الدبل. تعالى كده نهمش دول وتعالى نشوف المثال ده. اول حاجة هنقول له دبل، وهنعرف الدبل ده بكام. هنقول له مثلا نمب 1 بيساوي، هنديله قيمة 5.5. بعد 5.5 اديله ايه؟ اديله سيمي كولون؟ لا، هديله ايه؟ هديله كوما. ليه هديله كوما؟ لان هعرف جنبه متغير تاني من نفس النوع. هقول له نمب 2 بيساوي ايه؟ بيساوي مثلا 9.5 واقول له سيمي كولون. تعالى دلوقتي في السطر ده نفهم احنا عملنا ايه. طيب ليه عملنا كوما وما عملناش سيمي كولون هنا؟ اول حاجه لان انت بتعرف متغيرين في سطر واحد من نفس النوع. اول حاجه احنا معانا الدبل هنا نوع المخزن. نوع المخزن دبل بيخزن ايه؟ بيخزن ارقام كسريه. هنا سميناه ايه؟ نمبر 1 بيساوي كام؟ ادينا له قيمه كام؟ 5.5. ليه عملنا عملنا هنا كوما؟ لان احنا بنكمل بعده هنديله كمان متغير. فانت لو عايز تكتبها في سطر واحد فانت تحط كوما. فانت لو عايز تعمل متغيرين من نفس النوع في سطر واحد بتحط بينهم كوما وتكمل عادي في نفس السطر وتكمل. فهو كده بقى عندنا اتنين متغيرين من نوع دبل، واحد اسمه نمب 1 واحد اسمه نمب 2. طيب تعالى نعمل لهم متغير نجمعهم فيه. هنقول له دبل سم. هنقول له دبل سم نمب 1 زائد نمب 2. في السطر ده احنا عرفنا المتغير ايه؟ عرفناه بصم. هنعمل ايه في المتغير ده؟ وظيفته ان هو يجمع لي القيمتين بتوع النمب 1 والنمب 2 ويخزنهم فين؟ يخزنهم في الصم. فلما نيجي نقول له سي اوت صم هيديني كام؟ هيديني 15. طيب دلوقتي تعالى لو احنا عايزين نقول له صم بكذا، لو احنا مش عايزين نجيب النتيجة على طول، لو احنا عايزين نديله رسالة قبل ما ايه؟ قبل ما الصم دي تيجي، فاحنا هنديله سيمي كولون. قصدي هنديله، هنقول له بين علامتين تنصيص واكتب لي ايه؟ صم بتساوي كذا. هيقول له رن وهيقول لي صم بيساوي 15. طيب انت هنا عملت ايه؟ عشان برضك انا لسه مش مستوعب لحد دلوقتي. انا دلوقتي في كل المتغيرات في كل الفاريبل اقدر اعمل ان انا اعرف اكتر من فاريبل في سطر واحد. طيب لو انا هنا مثلا هعرف متغير كمان، هعديله كوما واقول له نمب 3 واديله قيمة مثلا 4.1. ولو انا هعرف كمان متغير اقول له نمب 4 واديله قيمة 8.1. طالما انت عايز تعمل متغير بدل ما تكتب دبل نمب 1 دبل نمب 2 دبل نمب 3 دبل نمب 4، فانت عايز تعرف ده كله في سطر واحد. فاحنا بنعمل ايه؟ بدل ما نكتب سيمي كولوم بنحط كوما ونكمل عادي. فاحنا كده هنا معانا 4 متغيرات من نفس النوع، وفي الاخر هنا نحط سيمي كولون. وهنا مثلا احنا عملنا دبل سم بيساوي نمب 1 زائد نمب 2. هنديله متغير تاني من نوع دبل، بس هيعمل ايه بقى؟ هيطرح. اقول له سب نمب 1 ناقص نمب 2 نمب 3 ناقص
نمب 4 ونقول له سيمي كولون. فهو هنا عندنا ايه؟ عندنا في الاولاني هيجمع الاول والتاني، وفي التالت هيعمل ايه؟ هيطرح وفي الطرح هيطرح التالت والرابع. تعالى دلوقتي نقول له ايه. هو دلوقتي هيدينا قيمة الصم بكام؟ هيدينا قيمة الصم عادي. طيب تعالى نديله قيمة الصب بقى وهي كمان. فنقول له ايه؟ نفتح له علامتين تنصيص ونقول له الصب، ونديله نخليه يجيب قيمة الصب نفسها. فهو كده هيجيب لي القيمتين جنب بعض. فتعالى عشان ما يلزقوش في بعض نخليهم تحت بعض. قول له باك سلاش ان. فهو كده هيعمل ايه؟ ففي المثال ده احنا عملنا ايه؟ احنا عرفنا 4 متغيرات من نفس النوع اللي هي الدبل. اول حاجة احنا عملنا متغير عرفنا ان هو صم، هو قيمته هو وظيفته ايه؟ ان هو يجمع لي القيمتين الاول والتاني ويخزنهم في الصم، والصب ان هو يطرح لي التالت والرابع ويخزنهم فين؟ في الصب. وبعد كده احنا نعمل استدعاء، نعمل سي اوت، نقول له هات لي قيمة الصب وهات لي قيمة الصم، ونقول له رن. طيب دلوقتي هو جاب لنا اهو الصم بيساوي 15 والصب بيساوي -4. فاحنا دلوقتي احنا ممكن نعمل حاجة كمان، ممكن نعمل دبل ونخليه يجيب يضرب الصم في الصب. نعملها ازاي؟ نقول له دبل وهنقول له صم 2 بيساوي صم في الصب، ونقول له سيمي كولون، ونخليه هنا كمان نديله باك سلاش ان، ونيجي هنا نخليه يجيب قيمة الصم 2، هنقول له صم 2 على طول. فهو هنا جاب لنا ايه؟ جاب لنا الصم ب15 والصب ب -4، والصم 2 اللي هي ضرب الصم دي في الصب بكام؟ ب60. هو بس كده، دي كانت معانا الدبل. تعالى دلوقتي ندخل على الفلوت. طيب دلوقتي الفلوت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن داتا تايب، عبارة مسؤول ان هو يخزن ايه؟ يخزن ارقام كسرية. طيب بيخزن ارقام كسرية ازاي؟ هو دبل بيخزن ارقام كسرية؟ دبل بيخزن بجودة اعلى، فلوت بيخزن بجودة اقل. طيب هنعرف ده ازاي؟ هنشوفه دلوقتي. طيب دلوقتي معانا نوع المخزن اللي هو الفلوت، هنسميه مثلا نمب. طيب هنديله قيمة كام؟ هنديله قيمة 1.2 ونديله سيمي كولون. طيب تعالى نقف على الرقم ده كده، وهيقول لك ان هو ايه؟ من الضوء دبل، ان هو ايه؟ دبل 1.2. طيب ازاي هنا دبل واحنا معرفينه هنا ان هو فلوت؟ يعني نوع المخزن ده فلوت، فازاي هنا جايبه دبل؟ طيب احنا عشان احنا مثلا لو عايزين نعرف الكومبايلر ان احنا الرقم اللي احنا اديناه له ده من النوع فلوت، فاحنا هنديله هنا كلمة اف، كابيتال او سمول عادي مش تفرق. هنيجي نقف عليها تاني هيقول لك ان هو ايه؟ من نوع فلوت. فانت طالما انت بتشيل الاف دي، فهو الكومبايلر بيعتبر ان اي حاجه انت بتدخله كسريه من نوع الدبل. انما لو انت مثلا عايز تعرفه ان ده فلوت وتأقلم معاه ان ده فلوت، هتحط له حرف الاف، سواء بقى كتبت له مره كابيتال مره سمول عادي مش هيفرق. اهم حاجه ان هو ايه؟ انت حاطط جنب الرقم الكسري اف، فهو يقول لك هنا فلوت. طالما هو كده اتعرف معانا فلوت، فاحنا نقول له مثلا عايزين نجيب قيمة النمبر نشوفه في كام، فنقول له سي اوت نم. هيديني كام؟ هيديني 1.2. هو مش هيطبع الاف بقى لان انت بتعرفه هنا ان الاف ايه؟ الاف هنا فلوت، الاف هنا مش، انت لو شلت ده هيعرفوا ان هو دبل، فلازم انت تديله اف عشان تعرفه ان ده من النوع فلوت. فدلوقتي تعالى نشوف مثال تاني. فدلوقتي تعالى نعمل نفس المثال اللي احنا عملناه في الدبل بس بفلوت. فدلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنديله فلوت، هنقول له فلوت ونعرف جنبه نمب 1. هنعرفه بايه؟ نمب 1. وهنديله قيمة، كام؟ هنديله 5.1 ونديله كوما. ليه ادينا له كوما؟ لان احنا لسه هنعرف جنبه تاني متغير كمان.
لسه هنعرف جنبه تاني متغير تاني. فاحنا نقول له ايه num2، وهنديله قيمة. كام؟ هنديله مثلا 6.5. ماشي. بس هما الاتنين دول بس في المثال ده كنت بعرفك شوية حاجات، ودي عادي بنطبقها على اي variable. ففي المثال ده احنا معانا ايه في السطر ده؟ 2 variable من نوع float. طيب احنا هما دلوقتي كده من نوع double، عايزين نخليهم float، هنحط جنبهم حرف الاف. فهو كده اتعرف معانا ان الاتنين دول float. فهتكمل معانا كومبايلر على نفس النظام ده؟ ايوه هكمل معاك على نفس النظام ده. طيب احنا عايزين نستدعي النمب ونشوف فيه كام. فاحنا عايزين نعمل مثلا متغير تاني بنوع فلوت، ان احنا هنجمع الرقمين دول فيه. نفس النظام اللي فات. عرفنا الفرق بين الفلوت والفرق بين الدبل، واحد بيخزن بجودة اعلى وواحد بيخزن بجودة اقل. فلازم تعرف ابو جودة اقل ان ده نوع كذا وده نوع كذا، لان انت لو ما عرفتهوش هيعرفوا ان ده دبل على طول. فاحنا دلوقتي معانا variable معرفين فيه الصم ان هو بيجمع الاول والتاني. طيب دلوقتي تعالى نجيب قيمة الصم. هنقول له سي اوت الصم. هنقول له الصم بكام. لا استنى، هنا نسينا السيمي كولون. فهنا جاب لي الصم بكام؟ 11.6. تمام. فده احنا كده عرفنا الفلوت. وان انت وحكايه ان انت بتعرف اكتر من متغير في سطر واحد عادي، دي بتعملها مع كل الفاريبل عادي. بعد كده التشار. طيب تعالى نعرف التشار بيعمل ايه. اول حاجه التشار ده داتا تايب مسؤوله انها تخزن ايه؟ حروف. طيب دلوقتي تعالى نكتب نوع المخزن اللي هو تشار، ونسميه هنقول له مثلا جريد اللي هي الدرجه. وهنقول له هنديله قيمه ايه؟ هنديله ايه اللي هي الدرجه يعني. فاحنا هنسميه اعلى درجه اللي هي بتبقى ايه؟ الايه او الاي بلس. فاحنا نديله مثلا ايه، وهنقول له ايه، ونديله سيمي كولون. فاحنا كده الجريد دي فيها ايه؟ فيها حرف الايه. تمام. فاحنا ننزل هنا هنقول له سي اوت عشان نجيب قيمة الجريد، نستدعي القيمة. هنقول له سي اوت جريد. فهو هيديني ايه؟ هيديني ايه على طول. طيب انا لو مش عايزه يطبع لي الدرجة على طول، عايز اقول له مثلا اطبع لي ايه؟ رسالة بتعرفك ان دي الدرجة. فاقول له مثلا دول علامتين تنصيص، واقول له يور ديجري از، واقول له هات لي قيمة الديجري، الجريد قصدي. نقول له هات قيمة الجريد، وهيقول لي your grade is ايه اللي هي اعلى درجة. طيب دلوقتي عرفنا التشار في ايه. تعال نشوف بقى البول. طيب دلوقتي تعال نشوف بول. اول حاجة بول ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن داتا طيب مسؤولة انها مسؤولة انها معاها قيمتين بترو او فولس. ترو يعني واحد وفولس يعني زيرو. فتعالى ندي مثال عليها ونشوف. دلوقتي هنقول نوع المخزن اللي هو بول. مثلا هنقول successful ان هو ناجح يعني. فهو ايه؟ successful 1 يساوي ايه؟ هنديله قيمة بترو. تمام. فاحنا مثلا هنعرف اكتر من variable على سطر واحد، فهنقول له successful 2. مش هنقول له بترو بقى، هنقول له بفولس بس. فاحنا كده معانا ايه؟ معانا 2 variable من نفس النوع على سطر واحد. فاحنا كده بنعمله على سطر واحد، وتقدر ان انت تعملهم في اي variable عادي. فاحنا دلوقتي عايزين نجيب قيمتهم اللي هو ايه. احنا بقى دلوقتي احنا معانا successful 1 و successful 2، واحد بترو واحد بفولس. طيب دلوقتي نعمل لهم ايه؟ نجيب القيمة بتاعتهم، نعمل لهم استدعاء القيمة. هنقول له see out your grade. لا مش هنقول له your grade، هنقول له successful 1. هنقول له end line. فهو كده ايه؟ هو هيجيب لي قيمة successful 1. يعني هو هيجيب الحاجة اللي هو خزنها. هل successful 1 دي بترو؟ فهيطبع لي ايه؟ هيطبع لي 1. لو قلنا له successful 2 هيطبع لي ايه؟ هيطبع لي 0. فتعالى نقول له سي او التانية successful 2، نقول له end line. هديني واحدة ب1 وواحدة ب0. فدلوقتي احنا شفنا
الامثله على البول. تعالى دلوقتي نعمل مثال، نجيب مثال واحد يوظف الست فاريبل دول كلهم مع بعض. فتعالى وركز معايا قوي عشان هيكون فيها حته بروبلم سولفنج، وحاول ان انت تشغل دماغك معايا عشان اسالك شويه اسئله حاول ان انت تجاوب عليهم. تعالى دلوقتي نشيل ده كله ونبدا ان احنا نعمل المثال بتاعنا. طيب دلوقتي احنا معانا مثال عشان نعرف نوظف الفاريبل فيه. طيب دلوقتي احنا المثال اللي معانا اللي هو student grades اللي هي درجات الطلاب. طيب دلوقتي معانا طالب واحد مثلا اسمه عمر او علي اي حاجه. المهم ان احنا دلوقتي عشان نعمل مثلا اول حاجه ندخلها ان هو ايه اسم الطالب. اسم الطالب بيتعمل من ايه؟ طيب اسم الطالب هيتعمل ازاي؟ هنستخدم variable ايه عشان نعمل اسم الطالب؟ اسم الطالب عشان يتعمل لازم نستخدم variable بيخزن نصوص. فالvariable اللي بيخزن نصوص ده ايه؟ string. فاحنا هنكتب string student name ونديله قيمة. طيب هنديله قيمة ازاي؟ لازم تكون بين علامتين تنصيص ونقول له سيمي كولون. طيب اسم الولد ده ايه؟ هنسميه مثلا علي عشان اسم صغير. طيب تمام. اسم الطالب، بعد اسم الطالب احنا عايزين ايه؟ مثلا العمر، عمره ايه؟ عمره 18 سنة. طيب احنا اول حاجة اسم الطالب، بعد كده عمر الطالب. عمر الطالب ده هيتجاب ازاي؟ هيجيب مثلا رقم كسري ولا رقم صحيح؟ اكيد رقم صحيح. فانت عشان تجيب رقم صحيح هتستخدم ايه؟ variable بيخزن ارقام صحيحة. فهتستخدم ايه؟ هتستخدم الانت. فهتقول له int student age وهتديله قيمة. هتديله قيمة ايه؟ هتديله مثلا وليكن 19 سنة. تمام. هتديله سيمي كولون. بعد كده هنستخدم ايه تاني؟ انت معاك الاسم والعمر. ما بعد الاسم والعمر هتستخدم ايه؟ ما انت كطالب انت. طيب ما علينا، انت كطالب انت لما بتجيب، انت دلوقتي اول حاجة بتتسأل عليها اسم، بعد كده العمر. إيه اللي بتتسأل عليه تاني؟ الدرجة اللي هي ايه؟ الدرجة اللي هي بتبقى ايه؟ لا احنا هنعتبر ان انت جبت الدرجة وبعد كده ايه؟ الدرجات. فاحنا هنفهم دلوقتي اول حاجة الدرجة ديت او الجي بي اي، او مثلا الدرجة اللي انت فيها A بلس B بلس C بلس B ماينس C ماينس D F وهكذا. فاحنا عشان نجيب الدرجة دي هنستخدم نوع ايه؟ فهي الدرجة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حرف واحد. فانت عشان تجيب الحرف ده محتاج variable بيخزن حروف. فانت عشان تجيب الفاريبل اللي بيخزن حروف فهتستخدم ايه؟ هتستخدم HR student وهنقول له degree وهي مثلا B ونديله سيمي كولون. فانت كده معاك الدرجة اللي هي الديجري. طيب انت عايز تجيب مثلا اللي بعد الدي اللي بعد البي اللي هو الجي بي اي بتاعك. انت الجي بي اي ده طول عمره رقم كسري. انت عمرك ما تجيب رقم صحيح في الجي بي اي. لو جبت مثلا افترض مثلا بيبقى قليل قوي. فانت عشان تجيب مثلا جي بي اي هنجيبه مثلا الجي بي اي ده 3 او مثلا 3.5 عشان يكون ايه في المعقول. او طيب اللي بعد الديجري الجي بي اي، بعد الجي بي اي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن رقم صحيح او رقم كسري. احنا دلوقتي لو نفترض ان احنا معانا رقم كسري 3.5 مثلا، فده هنستخدم له ايه؟ هنستخدم له دبل. ليه هنستخدم له دبل؟ لان ده رقم كسري. تكتب له دبل نوع المخزن وهتقول له student جي بي اي بيساوي كام؟ هنقول له 3 بوينت مثلا 3.5. فانت كده معاك ايه؟ معاك الاسم، معاك العمر، معاك الدرجة، معاك الجي بي اي. ده مثلا كطالب جامعي. ممكن احنا نزود عليه مثلا ايه؟ لو انت عايز درجات مثلا، لو انت عايز تحسب درجات المواد بقى احنا ممكن نحسب درجات المواد دي كلها، بس ايه هتاخد وقت معانا. فاحنا انا بديك الفكرة ويكون في زيها كويزات هتحط لك في المنتدى 3 كويزات هيكونوا كبار. فانت تركز في المثال ده وتحاول ان انت تطبق اكتر من مثال مع نفسك عشان تحل الكويزات وانت فاهم. كده كانت فكرة الكويز. فاحنا بقى بعد ما احنا عملنا الفاريبل ده عايزين نطبعه. فاحنا هنقول له ايه؟ فالامر الاولاني اللي هو بتاع السترنج هنقول له اطبع لي النيم. هيقول له student name ويقول له هات لي قيمة ال student name. فهو هيطبع لي ايه؟ هيطبع لي علي. تاني امر هنقول له
هات student age، هات عمر الطالب. هنقول له هات قيمة ال student age، فهيطبع لي ايه student age بيساوي 19. طيب الأمر التالت student degree اللي هي الدرجة، فهنقول له هات لي قيمة student degree، فهيجيب لي البي. فهنقول له بعد كده student GPA، وهنقول له هات قيمة student هنقول له هات قيمة student GPA، فيجيب ايه، هيجيب لي 3.5. فنجرب نعمل run وبس كده. student name student age student degree student GPA. ده كده كانت نهاية الفيديو. هسيب لك 3 كويزات في المنتدى، حاول تدخل تحلهم ويكونوا برضك ايه example على كله، يعني اللي هو ايه بيعرفك ازاي توظف كله. وهيكون في حاجات ان انت تكتبها في الكومنتات، يعني انت تعمل الكود وتاخده كوبي وتحطه في الكومنت، او ان انت تروح على جروب التليجرام تاخده كوبي وتحطه بعد ما تحل الكويزات، تحطه ايه على الجروب وهشوفه وايه هأكد لك عليه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك للفيديو وتشير الفيديو مع زمايلك. وبس كده، سلام.